هل يجوز للمرء أن يتخير ما شاء من هذه المذاهب الأربع فيتمذهب به ابتداء أم لا؟ هذه المسألة تكلم عنها أهل العلم كلاما طويلا، وإني لأوجز من كلامهم بعضه مع إشارة لبعض ما ذكروه في ذلك. فقد فصل أهل العلم في قضية اختيار المذهب الذي يتمذهب به المرء، وقالوا إن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون المرء في بلد وكل أهل ذلك البلد على مذهب واحد، كلمتهم مجتمعة عليه وفتواهم وتعليمهم بناء على قواعد ذلك المذهب. فالقاعدة عند أهل العلم أن المرء يلتزم مذهب بلده ولا يخرج عنه ما دام مقيما في ذلك البلد. هو خالف الشافعي، هل أحدهم يكون خالف المذهب؟ الاثنين خطأ عملوا. اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، من أراد يعني أنو أحسن أن تتبع. أنا بضرب معك مثلا، أنا لا أدين من هذا بشيء، أنا أدين بعمل نبي الله وأصحابه. الصحابي كان عندهم مذاهب؟ قل لي. الصحابة كان عندهم المذاهب الأربعة؟ كان عندهم المذاهب الأربعة؟ بالتالي ليس حجة الأربعة. لو كانوا حجة للزم أن يكونوا عند رسول الله، فما لم يكن عندنا أصحاب نبي الله فليس حجة علينا. واضح؟ فأنو آمن لك أن تقلد أبا حنيفة أم أن تقلد المذاهب الأربعة مع بعض؟ أنت قل لي. أضمن لك أن تقلد الأربعة. أعطيك شيء اتفق عليه الأربعة، قالوا لا تتبعونا واتبعوا رسول الله. هذا أكثر شيء اتفقوا فيه يا شيخ. فإذا أردت أن تكون ضامنا للأربعة، إذا أردت أن تكون ضامنا للأربعة فاتبع نبي الله. شيء كل الأربعة لهم أقوال متفقين على دعوني واتبعوا نبي الله. والله لو بعث أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الساعة من قبره سأسأله أنت أم نبي الله؟ ما ظنكم؟ خلصنا. فلا الآن الساعة. سؤالي إنه حديث النبي حسب فهمهم للغة العربية اختلفوا في تفسيره. أنا لا يعنيني. أنا حينما أدعو الناس إلى نبي الله لا أحب أن أتكلم في خلافات الناس. اختلف المذاهب ولا أتكلم في خلافهم، بل لا يعنيني لما اختلف. لا يعنيني، يعنيني أن أتبع نبي الله ولا أختلف فيه، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. ليه اختلف الشافعي مع مالك؟ أنا لا يعنيني. لو سألتني لما اختلف محمد وموسى أجبتك. لم يختلف محمد ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم، نتبع الأنبياء. اختلف الناس، ما لنا وللناس. أخطأ الشافعي وأخطأ مالك، يجيبون الله يوم القيامة، ما لي ولهم. على الله لي عند الله أن أتبع نبي الله. قال الله الآية 56 بعد 100 في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ما في حجة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. اختلف أبو حنيفة مالي وللرجل، اختلف فلان مالي وللرجل، ديني لا يعنيني. اختلفوا فليجيبوا ربهم لما اختلفوا وفيما اختلفوا. إذا سألني الله قلت له قال الله قال رسوله، هذه حجة الله. لا تبعثوا الأموات من قبورهم، لا تبعثوا الأموات من قبورهم. مات أبو حنيفة ومات مالك ومات الشافعي ومات أحمد، وأبقى الله لنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. قال بعدها: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشابهون. اللي بده يتبع اليوم الناس والمذاهب والمشايخ هذول متشاكسون مختلفون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، والذي يتبع محمدا يتبع رجلا واحدا لا شكس فيه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل، هل يستوون مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. لا تبعثوا الموتى من قبورهم. من احتج فليحتج بنبي الله عليه الصلاة والسلام، تبلغه صلواتكم وسلامكم. قولوا اللهم صل على محمد
وصلته صلاتكم بأسمائكم. قال الله له صلى عليك فلان وفلان وفلان، ثم صلى الله بها عليكم 10. طيب لو صليتم على أبي حنيفة تبلغوه؟ يصلي الله عليكم؟ فرحم الله أبا حنيفة ورحم الشافعي. ديننا الذي ندخل به الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى أبي حنيفة وعلى مالك وعلى أحمد أن يتبعوا نبي الله إذا أرادوا أن يكرمهم الله. واضح؟ الله أسرى بالنبي إلى هذا البيت، صحيح؟ وبعث له كل الأنبياء فأمهم، إمام يؤم الأنبياء جميعا، ثم تأتونه بآراء مختلفة من بعده. بتقول لي اختلف فليختلفوا، أنا قلت لك ثم يجيبوا ربهم يوم القيامة لما اختلفوا ولما تركوا بعدهم لأمة النبي خلافا ومذاهب مفترقة. قبل 70 سنة كان بيت الله الحرام فيه 4 محاريب، محراب حنفي ومحراب مالكي ومحراب شافعي وأحمدي، فرقوا دين محمد في بيته الحرام. من أين هذا؟ كان لا ينكح المذهب معروف، كان يصلي الأحناف في الصخرة والشوافع في الأقصى. هذا من العز، هذا من نار الفرقة والاختلاف. من قال لكم أن المذاهب رحمة؟ الاختلاف فرقة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، الفرقة تضيع الأمة. واضح؟ هذه الأمة لها هذا الكتاب وهذا النبي، لا يأمرها أحد إلا ربها ونبيها، فمن قام دون ربها ونبيها يخالف ربها ونبيها فهو شيطان. واضح؟ من احتج عليكم في دينكم فليكن من القرآن أو مما قال عليه الصلاة والسلام، ودين هذا النبي أبين من الشمس ورب السماء والأرض. دين هذا النبي في الصلاة وفي الصيام والحج والزكاة أبين من عين الشمس، ولكن الناس لا يعلمون.